سؤال: ما رأيكم فيما يقال إن الشيعي الفاسق الظالم هو أفضل من السني العادل ذو الأخلاق أو ذي الأخلاق العالية، ومصير الأول إلى الجنة والثاني إلى النار؟ بلي، وهذا ما بيفرد شيء شكو بي. الشيعي الفاسق هو صحيح مو خوشاد من ناحية، لكن عنده فرد شيء حلو من ناحية ثانية. الذي عنده حلو شنو هو؟ حبه لأهل البيت، الولاية أكو عنده، فشيء أكو عنده، ويمكن هذا الشيء شنو؟ ينجيه في يوم يساعد لا أقل. هسه صحيح يحصل له كم عصاية شوي على استخفافه بالصلاة بالصوم وما شاكل ذلك، لكن هم ينفع هاي الولاية وحب أهل البيت. أما ذاك شنو شاكو عنده؟ لا الصلاة مقبولة، لا الحج مقبول، لا الفلوس مقبولة، هيك هيك هيك، خلي يصلي خلي يصوم كل الدهر. فلو أن رجلا، هاي الرواية عن الإمام الباقر وهاي من الروايات المسلمة، بني الإسلام على خمسة أشياء: صلاة وصوم وحج وزكاة، ثم يقول والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. فلو أن رجلا صام نهاره وقام ليله طيلة الدهر، كل عمره هيك، لم يقبل منه شيء، كل هباء منثورا. وطبيعي ذاك حينئذ الشيعة الفاسق يصير أفضل. جيد.